هتكلم معاكم دلوقتي عن نوع من انواع الكريمات او مش كريمات، نوع من انواع الجل. هو بقاله فترة كبيرة جدا ظاهر كترند في المجال الطبي علشان نستخدمه على بشرتنا وعلى شعرنا. هتكلم معاكم دلوقتي على جل الصبار. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتورة شذى الخولي، صيدلانية متخصصة في مجال مستحضرات التجميل والتغذية. جل الصبار ناس كتيرة جدا بتفتكر ان هو اختراع جديد. جل الصبار من الحاجات اللي موجودة من آلاف السنين. الملكة كليوباترا كانت بتستخدمه في حاجات كتير جدا لشعرها ولبشرتها، وبتعمل بيه حمامات ومساج وحاجات كتيرة جدا لجسمها. عايزة اقول لكم انه جل الصبار بس مش مقتصر على ان انا احطه على وشي قبل الميك اب او ارطب بيه بشرتي، او ان هو حاجة يعني متاحة دايما عندنا قدامنا وارخص حاجة واسهل حاجة. جل الصبار اقدر استخدمه كشامبو لعلاج القشرة. طيب ازاي؟ انا هحط جل الصبار وهضيف معاه زيت جنين القمح وكمان حليب جوز الهند، وهعمل منه شامبو في ازازه لطيفه كده، وهحطه عندي وهستخدمه مرتين على الفروه. بحطه لمده 10 دقايق على فروه الراس، وبعد كده بشطفه كويس جدا بالميه. كمان اقدر استخدم جل الصبار لوحده كحمام كريم طبيعي للشعر علشان اعالج تقصف الشعر واعالج الشعر الهايش. ان انا بحط جل الصبار على شعري كله، على فروه راسي وعلى كل اطراف الشعر، وبجيب فوطه سخنه بعصرها كويس قوي، وبعدين بحطها على شعري واسيبه نص ساعه. اقدر اكرر الموضوع ده مرتين في الاسبوع علشان شعري زي ما قلت لكم يبقى فيه طراوه وما يبقاش فيه اي هيشان خالص. طيب اقدر استخدمه كمان ازاي؟ اقدر استخدمه ان انا لو عندي اي علبه ماسكارا فاضيه انضفها كويس جدا واحط فيها جل الصبار عشان استخدمه كماسكارا للحواجب او ماسكارا للرموش. بتثبت جدا للناس اللي ما بتحبش اي لون يبقى على حواجبها او على رموشها. كمان جل الصبار من الحاجات الممتازه جدا لان اقدر استخدمه لجسمي كله قبل الشيفنج او بعد الشيفنج، او كمان علشان يهدي اي احمرار او اي حكه او اي التهابات بتحصل لي. في ناس كتيره جدا بعد التعرض للشمس كمان بيحصل لها حاجه اسمها سان بيرن. يعني اسهل حاجه عندي او يعني اقرب حاجه واوفر حاجه لو انا مش قادر اجيب حاجات تكلفتها عاليه من الصيدليه، اقدر اجيب جل الصبار، فهو بيهدي جدا 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 وبيظبط معايا الموضوع ده. كمان اقدر استخدم جل الصبار كمثبت للميك اب. ازاي؟ ان انا بجيب ازازه بخاخ فاضيه ونضيفه جدا، بحط عليها 5 نقط جليسرين مع ربع كوبايه ميه ورد وربع كوبايه جل الصبار، وبكده يبقى عندي احلى فيكس سبراي للميك اب، وكمان بتكلفه قليله خالص، لانه اصلا الفيكس سبراي من اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها خصوصا الناس اللي في شغلهم زي الميك اب ارتست، او لو انا مثلا بتحرك كتير او بنزل كتير او بستخدم ميك اب كتير جدا، فطبعا ببقى محتاج فيكس سبراي. فده احسن حاجه وامن حاجه وطريقه طبيعيه وامنه على البشره. ومؤخرا جل الصبار نقدر نستخدمه طبعا على جسمنا كله، ان احنا نعمل ماسك كويس جدا لجسمنا بيه، بيرطب الجسم كويس قوي. ويا رب تكون معلومه النهارده فادتكم.